هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل عشاء، هعمل الشاورما السوري بطريقه بقى ايه حلوه كده علشان تفتح النفس. هقطع كده الفراخ دي اللي هي شرايح صغيره خالص، يعني هقطعها شرايح كده. طبعا انا كنت غسلاها ونقعاها. احلى حاجه ما في الفراخ ان انت بتعمليها اشكال والوان، يعني بتعمليها شاورما، بتعمليها نجريسكو، فدي احلى حاجه بصراحه في الفراخ. بحب الفراخ عشان بتديني فرص كتير ان انا اعمل حاجات كتير منها. هقطعه بقى بالشكل ده كله، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. اهي هعمل ايه بقى. انا بس هجيب معلقه، هنزل بالبهارات. عندي ملح وفلفل وكمون وكركم وكزبرة، ولو عندك كمان قرفة، وحاطة كمان جنزبيل. تمام. عندي عصير ليمونة في حدود نص كوباية. عندي كمان الصويا صوص، احط برضو في حدود معلقة كبيرة كده. عندي نص كوباية زيت. عندي زبدية. تمام. وعشان تاخد راحتها هنقلها في حاجة اوسع شوية. هنا في حاجة اوسع شوية عشان تاخد راحتها. حطيت زبدية، حطيت نص كوباية زيت، حطيت ملح، فلفل، كركم، كزبرة ناشفة، كمون، عندك بابريكا حطي، جنزبيل، وحطيت كمان ليمون، وحطيت صويا صوص، وحطيت زبدية، وهحط كاتشب كمان. بس عايزه بقى تحطي هرسه شطه، حطي اللي انتي عاوزاه. في ناس بقى تحط خضار، انا مش هحط خضار. هي دي التتبيله بتاعتي، وبتطلع طعمها حرفيا تحفه. عندكم بهارات شاورما دي بتوفر جدا البهارات، وبيبقى طعمها فعلا في حته تانية. انا عاوزه كله اهي تشرب من كل التتبيله دي زي ما قلت لكم اهي. بس هسيبها لمده نص ساعه في التتبيله تتشرب كده وتتجانس وتتعايش، ونرجع تاني نعمل احلى شاورما. طاسه على النار، عاوزاها تبقى سخنه قوي، وهنزل بيه الشاورما بتاعتي. عاوزاه بحط فيها برضو شويه زيت. تمام. وهنزل بقى بالشاورما. انا عاوزه اسمع الصوت ده. عاوزه اقول لكم الريحه جوعتني. هنزل بقى كده وهسيبها والنار عاليه لحد ما تشرب كل السوائل. لا مش مقلبه، تشرب كل السوائل، تستوى، تبقى زي الفل. بس هنسيبها والبوتاجاز عالي عليها، مش مغطيه، لحد ما تتحمر وتبقى جميله وتشرب كل. هنا الشاورما على النار لسه على ما تتشرب سوائلها كلها. عاوزه اقول لكم الريحه مفيش بعد كده. وهنا الطاسه عاملاها عشان البطاطس الشيبس. عندي هنا بطاطس، هنعمل بقى بطاطس شيبس كمان جنب الطماطم. ولو عملتي حاجه اعمليها صح، ما تعمليش جزء وجزء عشان ولادك ما يزهقوش.
الشاورما مع صوص واضرب. هنا البطاطس وهنا الشاورما. بس سيب دي ما تشرب السوائل خالص وتتشرب كل الحاجات الحلوه دي، وهسيب البطاطس لما تتحمر وهنطلعهم ونعمل احلى سندوتشات. خلصنا البطاطس، خلصنا الشاورما، وعملنا البطاطس. تمام. هعمل ايه بقى؟ عندي بقى العيش الصاج او عيش السوري زي ما بيقولوا، هو مكتوب على عيش الصاج، وعندي جبنه موتزاريلا، وعندي كاتشب وتوميه. بسم الله. عايزه دول كده يتفرقوا كده عشان اعرف افرد العيش بتاعي. طبعا انا جايباه بقى من السوبر ماركت، معرفش هيبقى حلو ولا ايه ظروفه، بس هنتعامل تحت اي وضع يعني. من الواضح ان هو مش حلو قوي، هنشوف كده. بسم الله. شو قلت لكم؟ شكله مش احسن حاجه، بس هنتعامل ان شاء الله. هجيب برضو معلقه، دايما انسى المعلقه. هقوم اعمل ايه بقى؟ عندي صوص التوميه، احطه كده. تمام. احط شويه من الشاورما، طبعا هو السندوتش ده مش كبير لان هو نصه مقطوع، فانا بحاول اتعامل معاه. تمام اهو كده. وهحط بطاطس عندي كاتشب، انفجرت، وعندي كمان جبنه موتزاريلا. خلاص سندوتش قنبله. هعمل بقى كده وهاجي زي ما قلت لكم انا بسايس السندوتش لانه هو مش حلو كده وكده. بسم الله. هاخده كده وهلم دي كده اهي. طبعا ايه زي ما قلت لكم السندوتش ده مش مظبوط اصلا، فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن الفه في سندوتش تاني. خليه بقى هنا على جنب عشان احطه على الجريل على طول. هاجي بقى هنا بسم الله. لا بقى مينفعش كده اهو. شوفوا انا ملصمه ده يعني يا دوبك هيتحط على الجريل، يا رب بس يفلح كده. طبعا لو بقى انتوا عندكم العيش السوري بيتباع بيبقى افضل، او تعمليه على ايدك كمان بيبقى افضل، لان انا جايباه من السوبر ماركت تقريبا يعني الحمد لله. مش عارفه سايسه الحمد. بس نفس الوضع. احط هنا توميه، انا خايفه شاورما. كده بسم الله. احط بطاطس، احط جبنه، جبنه موتزاريلا،
وهقفله بالمنظر ده كده، وهاجي ألم هنا كده والم ده كده، الم المتبهدل ده، وبالراحه قوي بعمله كده 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 اهو. ده اتلم معايا حلو يعني، الحمد لله والشكر لله اهو. بس الباقي هعمل بقى الباقي نفس الوضع اهو. طلعت اول سندوتش اهو، اللي كانش عاجبني وكنت مفكره ان هو هبوظ خلاص، بس طلع كويس. السندوتش التاني اهو، شوفوا القرمشه، بدهن وشهم زيت ونزلتهم في الجريل علشان ياخدوا ايه الشكل بتاع الجريل والشكل بتاع رجل الحلو ده. طبعا العيش عندي مش احسن حاجه، بس انا بحاول اسايسه كده كده. الله عليه. اسيبه بقى واكمل الباقيين وارجع اوريكم شكله عامل ازاي. عملت اهو الشاورما، شوفوا اهي تحفه. نقطع السندوتش اهو. بكمل بقى في الباقي. حاجه جميله وايه على السريع كده في الجو الحر ده. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوش الاشتراك في القناه.